عارف إن أول مكالمة تليفون في التاريخ كانت سنة 1876 لما الإسكندر جراهام بيل نادى على مساعده واتسون في المكالمة وقال له تعالى هنا أنا محتاج لك. وقتها العالم افتكر إن دي قمة التكنولوجيا. لكن لو جراهام بيل شافنا النهاردة واحنا بنلغي حدود الدول بشريحة وهمية وسعر أرخص من كوباية قهوة، كان أكيد هينبهر أكتر من ما احنا انبهرنا بيه. النهاردة جاي أشرح لكم تطبيق سليك اي سيم جلوبال كيل. التطبيق ده بيلعب في منطقة حساسة جدا وهي حرية الاتصال الدولي. قبل ما ندخل في التفاصيل خليني أحمسك بخمس مميزات خرافية في التطبيق ده. هتاخد رقم دولي حقيقي، مكالمات بجودة واضحة جدا حتى لو النت ضعيف، أسعار أرخص بكتير من شركات الاتصالات العادية، واجهة سهلة جدا مش محتاج مهندس برمجة. الميزة الأهم هي الإي سيم اللي بتغنيك عن تغيير الخطوط في السفر. في نهاية الفيديو هقولك خمس عيوب صدمتني وخمس نصايح ذهبية لازم تعرفهم قبل ما تدفع قرش واحد. بص يا سيدي، تطبيق سليك مش مجرد تطبيق مكالمات زي واتساب، ده سنترال عالمي في جيبك. فكرته انه بيحل مشكلة مصاريف الرومينج المرعبة واسعار المكالمات الدولية اللي بتخلص الرصيد في دقيقة. التطبيق ده بيقدم لك شريحة إلكترونية اي سيم وبيخليك تحجز أرقام دولية من أكتر من بلد، وده بيخليك كنز للمسافرين أو للناس اللي شغلها بيعتمد على مكالمات برا مصر، أو حتى اللي عايز رقم خاص يفصل بيه بين شغله وحياته الشخصية. الميزة اللي بتميزه بجد هي الاستقرار، إنه بيستخدم تقنية بتخلي المكالمات ما تقطعش حتى لو شغال ببيانات الموبايل مش واي فاي. التطبيق ده مناسب جدا للمسافر، للرحالة وللمحررين أو الفريلانسر اللي بيعتمدوا أو بيتعاملوا مع عملاء في أمريكا وأوروبا. لكنه مش هيكون مناسب لواحد كل مكالماته جوا بلده أو معتمد كليا على مكالمات النت المجانية زي تليجرام. استخدامه سهل جدا للمبتدئ والمحترف كمان. أول ما بتنزله بتسجل برقم تليفونك العادي، وبعدين بتدخل على قسم النمبرز لو عايز تشتري رقم أو اسم، لو موبايلك بيدعم الخاصية دي وعايز نت في السفر. أهم إعداد تعمله أول ما تبدأ هو تفعيل كيلر اي دي عشان لما تتصل بحد يظهر له رقمك الجديد مش رقم مخفي ويخاف يرد عليك. لو بصينا بعين الخبير هنلاقي ان اقوى ميزة فيه هي شفافية الاسعار. مفيش رسوم مستخبية هتدفع اللي هتتكلم بيه. كمان في ميزة مخفية وهي انك بيديك احيانا كاش باك في صورة رصيد هدية لما بتشحن بمبالغ معينة. لكن مفيش حاجة كاملة. أكبر عيب في التطبيق هو إنه مستهلك للبطارية بشكل ملحوظ جدا، لابتوبته شغال في الخلفية. كمان في بعض الدول استقبال رسائل ال SIM أو ال SIMS على الرقم الدولي ممكن يتأخر أو ما يوصلش لبعض خدمات تفعيل الحسابات زي البنوك، عشان لو انت مشتريه عشان تفعل حساب بنكي من دولة تانية. ودي نقطة فنية لازم تاخد بالك منها. التريكات اللي هتوفر عليك كتير هي انك تشحن رصيدك وقت العروض وتستخدم الرقم الافتراضي للمكالمات الرسمية فقط عشان توفر الدقايق. ولازم تنتبه جدا لصلاحية الرقم، لو ما شحنتوش او استخدمتوش لفترة طويلة ممكن يروح منك. الفخاخ التسويقية، التطبيق ده بيعتمد على التجديد التلقائي لبعض الباقات، فلو مش واخد بالك ممكن تلاقي تجديد تلقائي بيتخصم كل شهر وانت مش بتستخدم الخدمة اصلا. فلازم تقفل التجديد التلقائي من الاعدادات فورا. للأسف البعض ممكن يسيء استخدامه واستخدام التطبيق في المعاكسات او الخداع بارقام دولية. عشان كده بقولك لو جالك رقم غريب من التطبيق ده اتعامل بحذر. وبالمقارنة مع تطبيقات زي الو او الداتا او السكاي بي، فسلك بيتفوق ان هو الكل في واحد، مكالمات وداتا في مكان واحد. لكن سكاي بي لسه ارخص في بعض باقات الدقايق الثابتة. اكتر تعليق عليه تفاعل لايكس تحت التطبيق بيقول هو ممتاز جدا في السفر وجودة الصوت واضحة، لكن أسعار الأرقام لبعض الدول العربية غالية شوية مقارنة بأمريكا. الخلاصة، هل يستحق؟ لو انت مسافر وعندك بيزنس دولي طبعا يستحق ومهم جدا. لو مستخدم عادي خليه عندك للطوارئ بس. دلوقتي بقى زي ما وعدتك اهم خمس عيوب: استهلاك البطارية عالي جدا، مشكلة استقبال بعض رسائل التفعيل، اسعار بعض الدول مرتفعة، الشريحة يعني، واجهة التطبيق مش بتدعم اللغة العربية بشكل كامل. والرقم خمسة، الدعم الفني أحيانا بيتأخر في الرد عليه.
اهم 5 نصايح هقولهم لك قبل ما تشتري او تحمل التطبيق: اقفل التجديد التلقائي، جرب مكالمة قصيرة الاول قبل ما تشحن مبلغ كبير، اتأكد ان موبايلك بيدعم الاي سيم قبل الشراء، واستخدم واي فاي قوي في اول مرة بتفعل فيها الشريحة. متعتمدش عليه كليا في استقبال اكواد البنوك الحساسة، لان هو في بعض الدول مش بيجيلك رسائل للتفعيل. لو مكنتش عارف التطبيق قبل كده وعرفته من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب، لينك التطبيق اسيبهولك في الديسكريبشن. سلام.